حلم كأس العالم، الحلم الأعظم في تاريخ الرياضة العالمية وتحديدا كرة القدم. الحلم الذي يسعى إليه كل لاعب بل وأيضا كل محب لكرة القدم، لكن الطرق التقليدية انساها يابا خلاص، ما بقتش جايبه همها، والدول التانية عندها لاعبين في ليفل عالي خالص. وعشان كده كان لازم يحصل أعظم تدخل في تاريخ كرة القدم اليابانية، مشروع بلو لوك. أيوة هو ده اللي هيغير العالم. يا ترى ايه حكاية المشروع ده؟ وهل سيؤتي ثماره في جعل منتخب اليابان الأول في العالم؟ أهو ده بقى اللي هنعرفه في حكاية ايساجي. لكن طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشان بقى ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ. ده هو ايساجي، شاب زي اي شاب بيحب لعب الكوره ومقضيها السداح مداح. في سنه تانية ثانوي منضم الفريق المدرسه بتاعته وبيلعب معاهم كمهاجم. بيعشق حاجه اسمها كوره وحلمه انه يلعب في منتخب اليابان. المهم بيشارك مع الفريق بتاعه في التصفيات المؤهله للبطوله الوطنيه. الفريق بتاعه خسران 1-0 وما عادش فاضل وقت كتير. ايساجي بيتقدم بالكوره بيعدي واحد في الثاني والواد مش راحم، بيوصل عند المرمى وبيستعد لتسديد الكره. هي دي فرصتهم الاخيره. بيلاحظ وجود احد زمايله جنبه وبيقول له بصير الكوره. ايساجي بيفكر في نفسه، بيقول لو انا بصيت له في احتماليه تسجيل الهدف هتكون مضمونه اكتر. بالفعل ايساجي بيبصير الكره وللاسف الواد بيضيعها. هي ابن الفشله. اتقلب الوضع ضدهم في لمح البصر. هجمه مرتده للفريق الثاني اطاحت بهم ارضا. الهدف الثاني دخل فيهم. المباراه انتهت. ايساجي فقد الامل في التاهل للبطوله الوطنيه. بيفتكر جميع ذكرياته مع كره القدم وشكله كده مش ناوي يكمل. بيقول لنفسه كفايه كده، بلا احلام فارغه. بيعاتب نفسه وبيندم على اللي عمله. بيقول هل لو انا كنت شطت الكره ودخلت هدف كان ده هيغير قدري. ساعتها ايساجي بيتحسر على كل اللي ضاع. بيصرخ بحرقه شديده جدا وبيبكي على حاله. هو ده الم زوال حلمك قدام عينيك. بيرجع للبيت وبيكتشف ان في رساله جات له من اتحاد الكره الياباني، بيقولوا له تعال احنا عايزينك. بيروح لهم فعلا وبيقابل الشخص اللي دخل فيهم الهدف في المباراه اللي فاتت. بيدخلوا هما الاثنين وبيتصدموا بالمنظر اللي شافوه. امهر واعتى المهاجمين من مختلف الفرق موجودين هنا وفي المكان ده. هو في ايه بالظبط؟ في تلك اللحظة بيخرج لهم شخص مجنون يدعى ايجو، الشخص اللي تم تكليفه بمهمة فوز اليابان بكأس العالم، صاحب فكرة مشروع بلو لوك. العيال كلهم مصدومين. كأس عالم وبتنجان هي يا عم، ده احنا اخرنا نلعب ورا مصنع الكراسي. بيقول لهم انتم ال 300 مهاجم اللي انا اخترتهم، وواحد منكم بس هو اللي هيفوز، وواحد منكم بس هو هيكون المهاجم الافضل في التاريخ. هو ده اللي هيقود اليابان للفوز. كلهم طبعا مستغربين، ده ازاي يا عمنا؟ قال لهم هو ده اللي هنعمله هنا، مشروع بلو لوك، مبنى كامل متكامل هتقعدوا فيه، اقصى التدريبات واكثرها تطورا هتلاقوها هنا، اختبارات وتدريبات وبص هنطلع ميتينكم، وبمجرد دخولك مش هتقدر ترجع للبيت لحد ما المشروع يخلص. واللي يخسر ساعتها ينسى حاجه اسمها كره قدم اساسا، مش هيكون ليه اي فرصه بعد كده في الانضمام لمنتخب اليابان. يعني باختصار هيودع حلمه الكروي. هي دي المخاطره اللي هتخليكم تطلعوا كل اللي عندكم، لكن اللي هيقدر على ال 299 شخص التانيين ويفوز عليهم كلهم هو ده اللي هيكون اعظم مهاجم في العالم. وبكده اكون خلصت كلامي. جميعهم في حاله تخبط. الناس كتير طبعا معترضين، بيقولوا له ايه التحجيز ده؟ احنا عندنا بطوله وطنيه مع الفرق بتاعتنا يا عمنا، مش هنسيب فريقنا عشان ننضم لمشروع تافه كده. قال لهم ومين قال ان عايزكم اصلا؟ ده انتم متخلفين فعلا. في حد يضيع فرصه زي دي عشان حته بطوله وطنيه؟ ده اللي هيطلع هو الخسران. اللي مش عايز يشترك ما يشتركش، مش اجبار هو. لكن خلي بالك من نقطه، عايز اسالك سؤال، ايه هي كره القدم بالنسبه لك؟ هل هي 11 لاعب بيلعبوا ويتعاونوا مع بعض وخلص الموضوع؟ لا تبقى غلطان، ده المعتقد الشائع واللي كل الناس عارفاه، وعشان كده ما زال منتخبنا من اضعف الفرق على مستوى العالم. فكرة القدم بحقه حقيقي هي انك تدخل اهداف اكتر من الخصم، تدمر الخصم بكل معنى الكلمة. هو ده الهدف الاسمى. تخيل نفسك كده في المباراة النهائية في كأس العالم، منفرد بالحارس وقدامك فرصة واحدة بس وفريقك يفوز، منتخب بلادك والبطولة كلها وكل الجماهير معتمدة عليك انت فقط لا غير، لكن واحد من زمايلك بيقول لك بصير الكورة. انت متأكد انك لو بصيت له في الهدف هيكون مضمون اكتر، لكنك بتقرر تسجل انت وتقود فريقك للنصر. هو ده المهاجم المجنون الاسطوري، هو ده اللي احنا عايزينه. لازم تكون الاناني المجنون الاكبر في العالم. في ارضية الملعب انت هو النجم الوحيد. اوبا، ذلك الكلام بدأ يتوغل في اعماق ايساجي. افتكر اللحظة اللي مر بيها واللي تعتبر نفس التشبيه بالظبط.
ساعتها اشتعلت في داخله جمرة الحماس من جديد، اشتعلت كلا عينيه وانطلق ناحية البوابات بيقول لنفسه ايوه انا هو المهاجم الاقوى، واقتداء به كله انطلق وراه. حرفيا 300 مهاجم اشتركوا في المشروع ده، مشروع بلو لوك. بيروحوا بعدها المبنى بلو لوك وبيغيروا ملابسهم وبيستعدوا لاول اختبار. بيتقسموا الفرق من بي لحد زد، 5 فرق في كل مبنى، يعني بالظبط 25 فريق. اضرب بقى 25 في 11 لاعب هيطلع معانا في الاجمالي 275 مهاجم، معنى كده ان في زياده 25 فرد. وعشان كده بيعمل لهم امتحان للقبول، بيطلب من كل فريق انهم يخرجوا واحد منهم، وده عن طريق لعبه بسيطه جدا، وهي انك ترزع الكره في اي حد حواليك ما يفرقش هو مين. وفي المقابل هو كمان لازم يضرب الكره في اي حد قبل انتهاء الوقت اللي هيخسر. اخر واحد بقى الكره هتفضل معاه فهو الخسران. انتم مصنفين طبقا لتقييمي انا من 1 لحد 300، واقل واحد فيكم هو ده اللي هيكون المطارد الاول. قدامكم 136 ثانيه بس وابتدت اللعبه. اقل واحد في التقييم فيهم كان هو الواد ده صاحب الرقم 300، بياخد الكره وبيجري وراهم، بيستهدف إيساجي ولكنه بيفاديها، وساعتها بيخف الواحد تاني وبيرشقها فيه. الواد اتعصب وناوي يردها له، قام التاني مسك إيساجي كدر عليه. ساعتها إيساجي الكره رشقت في بطنه ما زقته. يا نهار ابيض، فضل يجري وراهم واحد ورا التاني ولكن مفيش فايده. الوقت خلاص قارب على الانتهاء، إيساجي خايف ليكون هو الخسران. ساعتها بيطارد اقل واحد فيهم تصنيف. الواد وقع قدامه وإيساجي ما قداموش غير الفرصه دي، ما فضلش غير 25 ثانيه، لكنه بيقول لنفسه لا مش هو ده تصرف المهاجم الحقيقي، انا لازم اتغير واغير تفكيري. المهاجم الحقيقي هو اللي بيسعى للي اعلى واقوى منه، وساعتها بيتغير بسرعه ناحيه اعلى واحد فيهم تقييم. ساعتها واحد منهم بيقول له عجبتني يلا، خطف منه الكره وراح هو ناحيه اعلى شخص تقييما فيهم. بتشتعل المواجهه بينهم والواد بيبص الكره لإيساجي. ساعتها إيساجي بيطلع الوحش اللي جواه، بيرزعوا حته واحده في اللحظه الاخيره. الوقت خلاص انتهى. يا نهار ابيض يا جماعه، صاحب اعلى تقييم فيهم هو اللي تم اقصائه، ومن قبل مين؟ إيساجي صاحب التقييم ال 299، يعني إيساجي تقييمه هو اللي قبل الاخير. الواد حرفيا متغاظ لاقصى درجه، بيعيط ويصيح ولكن خلاص يا حبيبي حلمك الكره وخلاص انتهى، ارجع على البيت ذاكر يلا. المهم بعد هذا الاختبار بيتم قبول ال 275 لاعب المتبقين، وطبعا اخسار ال 25 لاعب اللي خسروا في الاختبار. بيتم اعاده ترتيب التقييمات وإيساجي اصبح الرقم 274، يعني برضه اللي قبل الاخير. طبعا التقييمات دي برضه بتحدد فريقك، يعني اصحاب الاعلى تقييم من 1 لحد 11 هيكونوا في الفريق الاول وهو الفريق بي، يليهم بعد ذلك الفريق سي، وصولا بقى لحد اخر فريق وهو الفريق زد، هو اللي فيه صح ابناء إيساجي، يعني حرفيا كلهم فاشلين. يا ترى هيعملوا ايه بقى مع الفرق الثانيه الاعلى منهم؟ المهم بيستقروا في غرفهم وبيبداوا يتدربوا استعدادا للاختبار الحقيقي، وهي المباريات بين الفرق الثانيه. إيساجي بيتدرب مع الشخص اللي كان بصله الكره واللي اسمه باتشيرا. بيقول له هو انت ليه بصيت للكره انا مش حد تاني؟ قال له عشان تعبيرات وشك كانت بتحكي كل حاجه، كنت عارف انك هتعملها، هو ده الوحش اللي جواك. بيكملوا تدريب استعدادا للقاء القادم واللي هيكون ضمن المرحله الاولى، وهي مجموعه مباريات من ال5 فرق الموجوده في كل مبنى، وهيتاهل للمرحله الثانيه فريقين 2 بس من كل مبنى، وكمان افضل الهدافين من الفرق الخاسره هيتاهل للمرحله الثانيه. المباراه القادمه هتكون ضد الفريق اكس. العيال مش عارفين يعملوا ايه، ازاي هيلعبوا هم كلهم اصلا مهاجمين؟ هيوزعوا المراكز بتاعتهم ازاي ومين هيقف حارس للمرمى اساسا؟ ساعتها بيلجأوا للعبة حجرة ورق نقاص، واللي يجي عليه الدور يختار المركز اللي هو عايز يلعب فيه. بيتجهزوا للمباراة وبيدخل الفريقين لأرضية الملعب وشكلها هتشعلل. الفريق اكس شكلهم ما بيرحموش. المباراة بتبدأ وإيساجي بينطلق على الخصم، لكن سرعان ما بيخطف زميله منه الكورة. ده ايه اللي بيحصل ده؟ زميله التاني بيخطف منه هو كمان الكورة والدنيا اخر دربكة، وهوبا نلاقي الفريق التاني استغل اللحظة دي وخطفوا هم كمان الكورة، لكن برضه بيحصل معاهم نفس الوضع، عشوائية لأبعد الحدود. كل واحد منهم عايز يكون هو الهداف ولا يأبه لفريقه، كله بيفكر في نفسه فقط لا غير. لكن هنا تحدث المفاجأة، واحد من الفريق المضاد بياخد الكرة وبينقض على الفريق زد، شغال يعدي فيهم واحد ورا التاني، ده مجنون حرفيا. وصل للمرمى وسدد رميته بوم فجر جول، هدف في بداية المباراة للفريق اكس. وما زال الفريق زد يتقاتلون فيما بينهم ومحتاجين اللي يوحدهم. بيستأنف اللعب وبرضه نفس التخلف بيحصل تاني. يا ابني هو انت تعدي فريق كامل لوحدك يعني؟ بتتخطف من الكرة والفريق التاني المرة دي اتحدوا مع بعض حوالين الهداف بتاعهم. ايوه هو ده الشخص اللي وحدهم، هم كانوا محتاجين بس المهاجم اللي يتلموا حواليه. الواد وصل لقلب الدفاع وبيبغتهم كلهم، بيبص الكرة واحد منهم يتوغلوا في دفاع الفريق زد، بيرزعهم واحدة ويسجل هو كمان جول. 2-0 لفريق اكس. صدمة موجعة لإيساجي واللي معاه. ازداد الوضع سوءا واستمر الفريق اكس بإحراز الأهداف لحد ما وصلت النتيجة ل5-0. الوضع مؤسف جدا، لم يبقى أمام إيساجي غير 3 دقايق بس، ولكن إيساجي مش بيستسلم. بيقول لباتشر يتعاون معاه على الأقل عشان يسجلوا هدف، لازم شخص يحول طريقة اللعب من 0 ل1 زي ما الفريق التاني عمل بالظبط. بيتفق مع باتشر وبيشتعلوا هما الاثنين من الحماس. بتستأنف المباراة بينطلق كل من إيساجي وباتشر. باتشر خطير وقدراته المهارية عالية جدا، بيقدر يعديهم وبعد كده بيبص لإيساجي في قلب الهجوم،
بيستلم الكرة ولسه يشوطها طلع له نجم الفريق التاني قدام. هتعمل ايه يا ايساجي؟ وساعتها ايساجي بيحس بشيء غريب جدا، بيباص الكرة لا اراديا وشخص منهم بيطير عليها، بيفجر الكرة وبتنطلق بسرعة الصاروخ وبيسجل جول. هو ده اللي احنا عايزينه. الفريق زد اخيرا بيحرز الهدف الاول. ايساجي مش مصدق اللي حصل له، بيقول لنفسه انا كنت ناوي اشوط الكرة، ازاي انا عملت كده؟ يبدو ان ايساجي لسه ما اكتشفش قدراته. وبعد ذلك تنتهي المباراة، بيروحوا يغيروا هدومهم وساعتها بيتناقشوا مع بعض، بيقولوا لازم ما نخسرش اي مباراة تانية بعد كده، لو خسرنا تاني فمش هنتأهل للمرحلة التانية وحلمنا هينتهي، لازم نوصل لحل نتفق عليه كلنا ونتحد مع بعض، لازم ننظم نفسنا. بيتوصلوا الحل وهو استخدام أسلحة كل فرد فيهم وتقسيمه على وقت المباراة. والسلاح معناه يعني اكتر حاجة انت بارع فيها، يعني هتلاقي اللي سلاحه مثلا السرعة، واللي عنده المهارة والمراوغة، ممكن تلاقي اللي بيعرف يشوط وهكذا. لكن لسه ايساجي مش عارف سلاحه، لسه لحد دلوقتي مش فاهم نفسه كويس. المهم الخطة تتمثل في تقسيم وقت المباراة على كل فرد منهم والاعتماد عليه، يعني مثلا لما يجي دور ايساجي فكل الفريق هيخدم عليه ويدعموه خلال مدة 10 دقايق، ولما وقته ينتهي يروحوا للشخص اللي بعده وهكذا. بيفضلوا يتدربوا على الخطة دي لحد ما بيجي موعد المباراة اللي بعديها. الفريق زد ضد الفريق واي، بتبدأ المباراة وبينفذوا الخطة بتاعتهم، بيبدأوا أولا بسلاح باتشرا وهو المراوغة، الواد حرفيا مهاري لأبعد الحدود، لكن الفريق التاني بيضغطوا عليه أكتر وبيمنعوه من التقدم. بيفضل الوضع ده مستمر كر وفر لمدة 10 دقايق وبينتهي دور باتشرا، والدور المرة دي على صاحب التسديدات الأسطورية كونيجامي، لكنه برضه كل ما يجي يشوط يلاقي اللي بيصدها. دفاع الفريق التاني محكم وقوي جدا، ده حتى المهاجم بتاعهم هادي جدا ومش بيتحرك. ايساجي بدأ يشك في الموضوع، بيقول لنفسه اكيد هم عندهم خطة هم كمان، وفعلا بتتاخد الكرة منهم وتروح لواحد من الفريق التاني ونلاقي المهاجم بتاعهم بيتحرك. غفلوا الفريق زد، المهاجم استلم الكرة وما سماش عليهم، بيقدر فعلا يحرز الهدف الاول. 1-0 للفريق واي. الفريق زد بيكملوا على نفس المنوال وسرعان ما استعاد الفريق التاني منهم الكرة، بس المرة دي شغالين يباصوا لبعض ويضيعوا في الوقت. خطتهم دفاعية بحتة، الصراحة خطة عقيمة ومملة جدا. بيستمروا على كده والشوط الاول بيخلص ومفيش اي تقدم يذكر. الشوط الثاني بيبدا والفريق زد بيهاجم بكل قوته، كانوا على وشك احراز هدف ولكن الكرة تطلع لضربة ركنية، بس ايساجي حاسس بشعور غريب. وقبل ما الكرة تتلعب ايساجي بيفهم طريقة لعبهم، بيقول لنفسه في شخص هو اللي بيوقفنا كل مرة، هو ده اللي بيشكل خطر علينا. الكرة بتتلعب وبتترد تاني ولكن ايساجي بيحقق ايوه هو اللاعب ده، هو ده القلب النابض للفريق واي. يا ابن اللعيبة ايساجي خد الكرة وانطلق ناحيتهم وبيحاول يشوط ولكنها بتتصد، بس واحد منهم بيحاول في اللحظة الأخيرة وبيرزع جول، هدف التعادل للفريق زد. أيوة كده وروهم كمان وكمان. ايساجي بيقول له أنا اللي همنعك كل مرة. بيستمروا على نفس المنوال والفريق التاني بيدافع بكل قوته، ما فضلش غير 3 دقايق بس. ساعتها الفريق واي بيفاجئنا كلنا، بيباصوا الكرة للهداف بتاعهم وبيهاجموا كلهم، هجوم شامل مفاجئ شل حركة الفريق التاني ومش عارفين يعملوا ايه. ايساجي اشتعل من الغضب، بيحاولوا يدافعوا ولكن خلاص فات الأوان. الواد بيباصي للهداف ولكن ايساجي مستنيه. يا ابن ايه هو انت كنت فين؟ ايساجي كان متوقع انه هيباصي لزميله، وقع في نفس الغلطة اللي ايساجي وقع فيها قبل كده. ساعتها بيقول له انت فشلت في انك تكون مهاجم. بيستعيد الكرة باستغلال وضعه وبيعمل هجمة مرتدة، بينطلق كمان للهجوم معاهم بسرعة خارقة. باتشر هو كان مفيش حد قادر يوقف، بيرفع الكرة ولكن ما كانش قصده على ده، لا ده كان بيرفع لايساجي. طلعت منين يا عم الجامد؟ كلا عينيه تشتعل حماسا وبيسدد جول، وانتصر الفريق زد في اللحظة الأخيرة. هي دي ثمار عدم الاستسلام. ساعتها ايساجي بيروح للواد اللي في الفريق التاني وبيشوفه هو مهزوم قدامه، بيقول لنفسه ده ايه الشعور الجامد اللي انا حاسس بيه ده، انا دمرت احلام كل دول. اللي قدامه بيبكي وده مستمتع بتلك النظرات. يا ولاد المجنونه هو ده مشروع بلولو. بيرجعوا بعد كده لغرفهم وياكلوا ويظبطوا نفسهم، وفي الليل وهم كلهم نايمين ايساجي كان هو الوحيد اللي مش عارف ينام من الحماس. بيقوم يتمشى شويه ولكنه بيلاقي شخص منهم اللي لسه صاحي، الواد ابو شعره طويل ده واللي اسمه تشيجري بيتفرج على الماتش بتاعهم. بيقول له انا كنت بتفرج على الجول بتاعك، انا بقى هقول لك انت سلاحك ايه. سلاحك هو الوعي المكاني يا ايساجي، عندك نظره صاخبه لكل اللي بيحصل حواليك، يعني بتلعب وانت عارف كل اللاعبين واقفين فين وهيعملوا ايه بالظبط، وده بيسمح لك تخلق فرصه هدف في الوقت المناسب. شكل ما عملت قبل كده وبصيت لكونيجامي، وشكلك كده بتعملها لا اراديا، لازم تتعلم تسيطر عليها وتستخدم السلاح ده وتطوره. ساعتها ايساجي بيضحك وبيقول له شكرا يا صاحبي، بس انت بقى ايه سلاحك انت كمان؟ تشيجري مش راضي يقول له، ايساجي مصر يعرف ولكن تشيجري بيقول له انا كان عندي تمزق في الاربطه في ركبتي اليمين من سنه فاتت، الدكتور قال لي لو جات لك اصابه تاني في نفس المكان فمش هتقدر تلعب كوره للابد. كان عندي سلاح زيك يا ايساجي ولكن خلاص كل حاجه انتهت بعد الاصابه دي. اي نعم هي شفيت ولكن خايف تجيلي مره تانيه وساعتها هخسر حلمي وكره القدم مع بعض. انا جاي هنا عشان اتخلى عن حلمي اصلا مش اكتر. ايساجي بيقول له ما تقولش كده يا تشيجري، اياك
تستسلم، عشان كده انت لازم تكافح. لكن تشيجري بيتعصب عليه وبيسيب، وبعد ذلك بيكملوا تدريباتهم استعدادا للقاء القادم. التقييمات بتاعتهم كمان بتتغير، ويساجي اصبح الاعلى تقييما في الفريق، والمباراه القادمه هتكون ضد الفريق دبليو. بيتفرجوا على مباريات الفريق دبليو وبيحللوا الوضع، بيتفقوا على تغيير خطتهم، فبدل ما كانت الادوار بتتناوب على كل فرد لمده 10 دقائق، فدلوقتي هيخلوها كل 3 افراد مع بعض لمده 30 دقيقه، وده هيسمح لهم يتعاونوا مع بعض اكتر ويبرزوا اسلحتهم اكتر. وبعد ذلك بيجي موعد المباراه، بيبدا الشوط الاول والكره مع الخصم. التوامين دول متناسقين مع بعضهم جدا وبيستخدموا تقنيه ال1 2، مفيش حد قادر يوقفهم. تخطوا كل الفريق وايساجي متفاجئ، ما تفضلش في الدفاع غير ايساجي وتشيجري، لكن من الواضح كده ان شكلهم عارفين تشيجري وبيتريقوا عليه، بيقولوا له هو انت لسه بتلعب؟ بيقدروا فعلا يعدوه، بيقولوا له اياك تفكر حتى، خاف على رجلك الالماس من انها تنكسر يابا. لكن ايساجي بيتدخل في اللحظه المناسبه، بياخد الكره منهم وبيلعبها لفريقهم، بيقول له ما تسمعش كلامهم يا تشيجري. اتعصب عليه بيقول له انت لازم تغير من نفسك يا صاحبي. وبينما هم يتحدثون كان الفريق زدي بيتقدم نحو المرمى، وبتوزيعه من احد اللاعبين بيقفز هذا المهاجم عاليا وبيحرز اول اهداف اللقاء. هو ده سلاح كون، القفز العالي. بتستأنف المباراه مرتين وباتشر بيرفع الكره لكون مره ثانيه، كون قفزاته مذهله، بيستلم الكره ويفجرهم كمان جول. يا ابن اللعيبه كلهم اتحمسوا وازدادوا اثاره. بعديها بيجي لهم كمان فاول وباتشر بيرفع الكون مره ثانيه، والمره دي واحده بالهيد كمان جابت اجلهم. هاتريك يا جماعه، كون المره دي مبدع حرفيا. الشوط الاول خلص، كلهم فرحانين ومتحمسين للشوط الثاني، لكن الوحيد فيهم اللي زعلان هو تشيجري. ايساجي بيتكلم معاه وبيحاول يحفزه، وبعدها الشوط الثاني بيبدا والعيال متحمسين على الاخر، بيباصوا الكون ولكنه بيتساهل الكره بتتخطف منه. الخطا ده كلف فريقه هدف في مرماهم. عادي لسه نتيجه 3-1 لصالح الفريق زد. بتستأنف المباراه وكون بيباصيها لايساجي ولكنها ضعيفه جدا. ايه اللي انت بتحببه ده يا ابني؟ خطا ثاني من كون كلفهم هدف ثاني. 3-2 لصالح الفريق زد. كله ساعتها اتعصب على كون، بيعتذر لهم وقال لهم مش قصدي والله، هو انت ايه اللي جرالك يا ابني؟ لكن هو بيقوم ايساجي بيلاحظ انه بيبتسم. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ المهم بيستعدوا للهجوم المره دي بكل قوتهم وبينطلقوا على الخصم، لكن مفيش اي مخرج ليهم. الكره بتتقطع من ايساجي وكأن الفريق الثاني عارف كل خططهم. ايساجي بيفتكر ضحكه كون وبيشك في الموضوع اكتر واكتر. الكره بتترفع في قلب دفاعهم ورايحه ناحيه كون، لكنه بيفوتها وقال يعني ما عرفش يوصل لها. الغلطه دي كمان كلفتهم جول. كده انقطع الشك باليقين، كون خاين للفريق. ما كانوش يتوقعوا حاجه شكل دي، مفيش غيره حتى هو اللي سجل الاهداف، وده عشان يضمن نفسه انه يتاهل للمرحله اللي بعديها. واحد منهم كان هيضربه لكنه بياخد بطاقه صفراء. كون الخاين بينضم للفريق الثاني، يعني هيلعبوا 12 ضد 10. يا نهار ابيض، كل الحلول اتقفلت، وطبعا حاجه شكل دي مسموحه في بلو لوك. بيهجموا تاني على الفريق زد وبيقدروا يدخلوا كمان الجول الرابع. 4-3 للفريق دبليو. يا ترى هتعمل ايه يا ايساجي في الموقف ده؟ بس ايساجي عمره ما يستسلم، ولكن برضه ما فيش فايده. فرصه للفريق دبليو بيصدها الحارس بالعافيه، كانت هتدخل جول ولكن بتخبط في العارضه، بتروح ناحيه تشيجري ولكنه للاسف مش بيقدر يجري عليها، خايف على رجله كالعاده. خلاص ما فضلش غير 5 دقايق. شيجري فقد الامل، بيفتكر جميع ذكرياته مع كره القدم وبيستسلم لليأس، وكأن في اغلال وقيود على رجله المصابه. لكن ساعتها ايساجي بيصرخ عليه، بيقول له ما تقفش كده، عندك ما بتعملش حاجه. ايساجي بيروح للهجوم وبيساعد فريقه، بس الحلول مقفوله قدامهم كالعاده. الوقت الاصلي بيخلص وبياخدوا 3 دقايق بس وقت اضافي. اتلموا حوالين ايساجي وخلاص مفيش مفر، لكنه بيفلت منهم ويقول انا هعديكم بنفسي، طالما مفيش حد اعتمد عليه فانا هخترق الدفاع بنفسي. كله مصدوم، لكن للاسف الكره تتقطع منه، بس برضه الواد مش بيستسلم. شيجري مستغرب منه، بيقول نفسه هو ازاي مصر كده على عدم الفوز. ضغط ايساجي حمس بقى الفريق وكلهم بيضغطوا عليهم. شيجري ما زال فاقدا للايمان بنفسه. ايساجي بيصرخ فيه بيقول له ما تسترجل هنا واستلم الكره. الواد بيستلمها وبيقف متنح كده على ايساجي جاله وبيقول له ابعد عن طريقي، انت مفيش منك اي فايده. بياخد الكره منه وعايز يلحق يدخل اي هدف قبل ما الماتش ينتهي. الوضع اخر حماسه. شيجري في اللحظه دي اتعصب جامد، بيقول له اياك تعاملني بالطريقه دي تاني بعد كده، انت ما تعرفش انا مين. بيعاتب نفسه بيقول كفايه بقى لحد كده، كله بيقاتل ما عدايا انا. بيستعد للانفجار وبينطلق بسرعه البرق. ساعتها ايساجي بيحس بهدف بيقرب، بياخد باله منه. ايوه شيجري منطلق بسرعه على المشهد لها مثيل، بيرفع له الكره بايده كله مستغرب هو بيرفع الكره فين، لكن اللي هم ما يعرفوش ان شيجري كان منطلق ناحيتها بسرعه خارقه. يا الهي، ده ما حدش قادر يوقفه، هو ده سلاح شيجري، السرعه الفائقه. شيجري في اوج حماسته، بيرمي الكره قدامه المسافه بعيده وكله مش مصدق، ده بيبص ده ولا بيعمل ايه بالظبط؟ هو سرعان بيقدر يلحقه وكله متفاجئ. الحارس هو كان بيطلع وده مش شايف قدامه. لا مستحيل. جول. شيجري مش مصدق نفسه، فرحان لأبعد الحدود، بيقول لي ايساجي شكرا ليك، انت اللي فوتني من اللي انا كنت فيه. بعد كده انا هبذل كل جهدي لحد ما رجلي تجيب اخرها، مش هخاف من حاجه بعد كده، انا هكون المهاجم الافضل في العالم. وتنتهي المباراه بتعادل الفريقين.
كده لسه قدامهم فرصه، وهي انهم يفوزوا في اخر مباراه ليهم، واللي هتكون ضد الفريق اللي ما خسرش قبل كده. الفريق في. وبعد ما بيغيروا هدومهم وكده بيكونوا ماشيين وبيلاقوا الخاين كون برضه رايح للفريق في وعايز يتواطئ معاه، لكنهم بيقولوا له مش محتاجين للكلام ده، احنا هنفوز عليكم بدون اي مجهود. ساعتها ايساجي وفريقه بيطلعوا بيقول لهم احنا اللي هنهزمكم، انا لو مكانكم والله طلع ميتين الخاين ده. مش عارف والله انتوا ليه سايبينه لحد دلوقتي، بس رايتشي العصبي دايما قام بالواجب معاه. بعد ذلك بيحللوا اداء الفريق دي ولاعبيه، الصراحه جامدين وصعبين جدا. الثلاثي الهجومي بتاعهم هو مفتاح لعبهم، هم دول اخطر ما يكون. دخلوا 18 هدف في 3 مباريات بس، هو الهداف الاول فيهم هو ابو شعر ابيض ده ناجي سيشيرو، لازم نمنعهم من تسجيل الاهداف، وبعدها بيستأنفوا تدريباتهم. تبقى اقل من يوم واحد بس على المباراه. ايساجي مش عارف ينام وقلقان جدا، لسه في حاجه غير مفهومه ما اكتشفهاش في سلاحه. مش ايساجي لوحده لا، كلهم خايفين من المباراه دي. بيعدي اليوم وبيجي موعد المباراه النهائيه، الفريق في ضد الفريق زد. يا ترى هتقدروا تعملوها؟ دقه ساعه صفر، المباراه بتبدا والفريق في بيبادر بالهجوم. دايما صانع اهدافهم هو الشخص ده، بيقفلوا الطريق عليه وساعتها بيبصيها للمهاجم الثاني السريع بتاعهم، بيسدوا طريقه برضه المره دي بيبصيها للهداف بتاعهم ناجي سيشيرو، بس الدفاع بيقدر يوقفهم، وسرعان ما بيقلبوا الوضع وبيهاجموا الفريق فيه، لكن للاسف الكره بتخبط في العارضه. ساعتها صانع الاهداف بتاعهم بيقول لناجي يلا نعملها ودلوقتي. بيرفعوا الكره من مسافه بعيده والواد بيستلمها استلامه خطيره. ايه الرشاقه دي؟ كلهم مصدومين، ازاي يكون في انسان بيعمل كده؟ ساعتها ايساجي عارف حجم الكارثه اللي بيواجهوها، عارف قد ايه الناس دول اقوياء. بيستمروا في الهجوم مره ثانيه وحاله كر وفر بين الفريقين. الفريق في بيستحوذ على الكره وطبعا بيلعبوا للهداف بتاعهم. الواد استلم الكره ورفعها وهوبا جول خرافي يا جماعه. العيال مرعوبين. 2-0 من اول المباراه. ما هو الحل يا ترى؟ ايساجي ما زال يفكر، بيقرر ساعتها يستخدم سلاح تشيجري، بيبص له وبيجري عليها بكل سرعته، والمفاجاه السريع بتاعهم بيلحق تشيجري. يخرب بيت كده يا جدع، عندهم كل مقومات الهجوم. الواد خد الكره من هنا وانطلق عليهم من هنا. ايساجي مصدوم، رزعهم واحده كمان والهدف الثالث. الهدف الثالث لصالح الفريق دي. الوضع بائس لاقصى درجه، لكن ساعتها باتشيرا اتجنن على الاخر. هل بقى بما انها خربانه فانا هوريكم بقى انا مين. بيقول لي ايساجي ادعمني يا صاحبي، لازم نتعدى حدودنا. الواد اتجنن يا جماعه، انقض عليهم وبيعدي فيهم واحد ورا الثاني، مهارات تقنيه ليس لها مثيل، واحده الاستيكو على تهزك يا ابن اللعيبه. جميع اللاعبين في فريقه اتحمسوا بسببه، انفرد بالحارس لوحده ورايح على الجول، واحده بالكعب وبيسجل جول خرافي. كمان رائع يا باتشيرا، سحق الدفاع المنافس بجدارة. ايساجي وزملائه اتحمسوا من جديد، اللعب بيستنف والعيال بتموت نفسها على الكورة حرفيا. شيجري بيطلع كل سرعته بيقدر يلمس الكورة من السريع، كله بيقاتل من اجل استعادة الكرة. بيستعيدوا فعلا الكرة وباتشيرا بيستلمها، لكنه المرة دي بيبصيها الكونيجاني القناص الاصولي صاحب الركلات المدفعية. بيتحصل من قبل 2 من اللاعبين، لكن ايساجي بيقول له اياك تستسلم. ساعتها الواد بيتعدى كل حدود طاقته، بيشوط الكرة من مسافة بعيدة وبيفاجئهم كلهم. هدف تاني لصالح الفريق زد. لا مش ممكن، لسه في امل في الفوز. الشوط الاول بيخلص والنتيجه 3-2 للفريق في. بيستريحوا شويه وايساجي ما زال يفكر في الجزء اللي ناقص في سلاحه. الشوط الثاني بيبدا والفريق زد بيهاجموا اكتر واكتر. كانت هجماتهم تؤتي ثمارها، ولكن للاسف بتتصد في اللحظه الاخيره. الكره بتروح لايساجي ولكن سرعان ما بتتاخد منه، عقله مشتت ومش عارف يركز. يا عم ما تبطل تفكير يا عم وركز في اللعب دلوقتي. بيقدروا يستعيدوا الكره من تاني والمره دي مع تشيجري، وطبعا ماسكوا الشخص السريع بتاعهم. تشيجري بيفكر يعديه ازاي، وساعتها بيفتكر حاجه مهمه جدا، وهي انه قدر يلمس الكره منه قبل كده في اخر لحظه. معنى كده ان الواد ده سريع في النطاق القريب منه بس، اما بقى في المسافات البعيده فهيكون التفوق ليه. بالفعل تشيجري راب الكره بعيد وبينطلق نحوها بسرعه فائقه، بيسبقهم كلهم وقدامه فرصه تسجيل الهدف. تسديده خطيره وجول رهيب لتشيجري. تعادل يا جماعه، النتيجه 3-3. فاضل نص ساعه بس على نهايه المباراه. ساعتها صانع العابه متعصب جامد، لكن رايتشي ماسكه مش راضي يحله. بس ناجي بيرجع له بيقول له بصيلي الكوره. ناجي قرر يهاجم بنفسه. الخطير بتاعهم قرر يتحرك اخيرا، بيبص للسريع وبيتوغل في وسط الهجوم، بيرفع له والتاني بيعمل شلبازات وبينهي الموضوع. جول اسطوري بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ما فاضلش غير ربع ساعه بس، بيهاجموا تاني بكل قوتهم وبيشنوا هجوم شامل عليهم. الكرة مع باتشيرا واللي مش لاقي حد يبصيله، لكنه بيلحق تشيجري وبيديله الكرة. هو كالعادة قدامه ابو النضارات، وساعتها تشيجري بيقرر يستخدم نفس الطريقة، بيرمي الكرة بعيد ولكن بيلاقي مستنيه. ناجي كان متوقع انه هيعمل كده، لكن المفاجأة الأكبر ان ايساجي هو كمان متوقع كل ده، كان عارف ان كل ده هيحصل. سلاح ايساجي اخيرا اشتغل، الوعي المكاني. بيديله الكرة في رجله تاني وتشيجري بيتسارع نحو المرمى. شيجري يسدد ولكن القائم يتصدى لها. ايساجي بيقول لسه الموضوع ما انتهاش، الكرة ترجع لواحد منهم اللي بيشوط ولكن برضه بيصدوها. بتتردد تاني الكونيجان واللي بيرزعهم واحدة شماعة الجول. جمدان فوق الجمدان. ايساجي ساعتها فهم سلاحه اكتر، فهم ان هو بيقدر يتنبأ بالسيناريو اللي هيحصل في الملعب.
هو ده السلاح اللي هيغير مجرى احداث اللعبه. بتستأنف المباراه وساعتها الفريق دي بيقرروا يهاجموا هم كمان، بيرفعوا رفعات على الهداف بتاعهم ولكن ايساجي معاه، بس التاني بيغفله تغفيله سواد، بيعدي في لمح البصر ورايح للمرمى. يا نهار ابيض، ايساجي هيتجنن. لو دخل الهدف ده في المباراه خلاص انتهت. كلهم بيصرخوا من هول المنظر. ناجي وحش بحقه حقيقي، لكن في اللحظه الاخيره كون بيطيره. كون الخاين اللي طول الماتش ما كانش ليه اي لازمه دلوقتي بيضحي من اجل الفريق. ساعتها بياخد بطاقه حمراء وبينطرد من المباراه، لكنه منع هدف مؤكد من الدخول. بيقول لهم قدامكم 3 دقايق بس، طلعوا كل اللي عندكم. بس الفريق التاني برضه مش هيسيبوكم. ضربه حره مباشره للفريق دي والوضع خطير جدا. كله مفكر انه يرفعها ولكن ده بيفجرها. متجه للمرمى ولكن الحارس بيلحقها، بس الموضوع لسه ما انتهاش. السريع داخل بكل قوته وبيرزعهم شوطه وهوبا رايتشي بيصدها برجليه. برضه لسه الموضوع ما انتهاش. يخرب بيت كده يا جدع، على مين المره دي؟ ناجي واقف لهم بالمرصاد، كلهم اتصدموا، بيطيروا كلهم قدامه ويتفانوا في الدفاع، لكن التاني اذكى مما نتصور. بيغفلهم بلوب من فوقهم كلهم متجه ناحيه المرمى. هي دي النهايه خلاص. لكن في اخر لحظه واحد منهم بيلحقها. يا ابن اللعيبه، ساعتها ايساجي بيستلمها. كون بيصرخ عليه بيقول له يلا اعملها دلوقتي يا ايساجي، هي دي الفرصه الاخيره. حرفيا كلهم انطلقوا للهجوم. هو ده الهجوم الاخير والاسطوري، حماس ليفل ماكس، تمريرات حاسمه فيما بينهم وكلهم منطلقين للمرمى. شيجري وايساجي وباتشيرا وكله. كونيجامي هو كمان ولكن الكره اتقطع منه، بس رايتشي سرعان ما بيلحقها. هي دي العزيمه بحقه حقيقي. باتشيرا معاه الكره بيشوف ايساجي، هما الاثنين فاهمين بعض، بيرفعوا الكره والمره دي بين ايدين ايساجي. مصير الفريق بين ايديك، لكن ساعتها بيحس بالورا. ناجي عايز ينهي الموضوع. ايساجي بيفكر يعمل ايه؟ يستلم الكره باي طريقه. تستلم ايه؟ عملنا شوط على طول. ساعتها ايساجي بيفتكر انك لازم تكون انت الاناني الوحيد الاكبر في العالم. بيقول لنفسه مفيش وقت اني استلم اصلا، هسدد الكره واعملها حالا دلوقتي، محدش هيقدر يسبقني. بيفجر الكره وكله حواليه مصدوم. هي دي مفيش غيرها. جول جول جول. كمان انت رائع يا ايساجي، اصرخ وافرح وصفق على راحتك يا صديقي، فلقد صنعت المعجزات اليوم. وبكده تنتهي المباراه 5-4 لصالح الفريق زد. المستحيل لم يعد مستحيلا. هي دي ثمار الاجتهاد والعزيمه الخالصه. وبعد ذلك بيتم اعلان نتائج المتاهلين للمرحله الثانيه، وهم الفريق زد والفريق في، وكمان معاهم ال3 هدافين للفرق الخسرانه الثانيه. يا ترى ايه اللي مستني ايساجي واللي معاه في المرحله اللي بعديها؟ وهل هيقدروا يصمدوا في تلك المعارك الطاحنه؟ استنونا في القسم الثاني من الموسم الاول من حكايه ايساجي. وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.